بيكسروا في الهرم الكبير ومصورينه فيديو. ازاي ومين اداك الحق انك تعمل اللي انت عملته ده؟ الفيديو اللي انا شفته ده وهوريه لكم هو تقريبا فيديو رجعنا مئات السنين لورا، خلانا نفكر تاني هو اللي بيحصل اليومين دول بالطريقه دي مقصود، ولا احنا مبقاش عندنا تفكير في اي حاجه حتى لو كانت حاجه تاريخيه وعدى عليها الاف السنين. في فيديو انتشر والناس كلها شافته لثلاث عمال واقفين، ومنهم واحد واقف وهو بيكسر الحجر بتاع الهرم. يعني ايه بيكسر الحجر؟ ماسك اجنه وشاكوش وعمال يكسر في الحجر بتاع الهرم علشان بس سبب غريب جدا، ومتوقعتش ان ممكن يكون ده هو السبب، بس ده للاسف اللي ظهر في الفيديو. كانوا ثلاث عمال واقفين، واحد واقف فوق، واحد في النص، وواحد تحت، وللاسف برضو السياح واقفين حواليهم علشان يتفرجوا ويشوفوا ايه الكارثه اللي بتحصل دي، وازاي واحد مصري قادر انه يعمل كده في تاريخ بلده. في الفيديو ده ظهر العمال دول وهم جايبين سلك كهرباء وبيحاولوا يعدوه، معرفش السلك ده كان اوله فين واخره فين، ولاي سبب ايا كان السلك ده بيعدي منه ويعدي من الهرم. ازاي قادر العامل ده ان هو يمسك الاجنه والشاكوش ويبدا يكسر في الحجر بتاع الهرم، الحجر اللي اتبنى ومعلومات كتير جدا هو ما يعرفهاش عنه وهو بيكسر الحجر ده؟ فانا عايز اساله كام سؤال واتمنى انه ما يكونش عارفهم، لانه اكيد لو كان يعرفهم ما كانش ينفع ابدا انه يعمل حاجه زي كده، او حتى من الشخص اللي قايل له يعمل كده، لانه اكيد برضه اللي قال له يعمل كده مهما كان عشان يعدي السلك او يعدي اي حاجه هو اكيد مش فاهم قيمه الحجر ده ومش فاهم المفروض ان احنا كنا نعمل فيه ايه. هو انت ببساطه تعرف ان كتله وزن الهرم كله المقدره حوالي 6 مليون طن؟ طب تعرف ان الهرم ده مكون من 3 مليون حجر؟ انت عارف يعني ايه رقم 3 مليون؟ تعرف ان الحجر الواحد وزنه التقريبي حوالي 3 طن حسب التقدير؟ تعرف قد ايه المصريين القدماء تعبوا فيه عشان بس يحطوه مكانه؟ طب انت تعرف الطبقه العازله اللي موجوده على الحجاره دي من بره عشان تغطي الهرم كله؟ تعرف ان بناء الهرم ده خد حوالي 20 سنة علشان يتبني، واشتغل فيه حوالي 100,000 مصري بايديهم عشان يكملوا شكل الهرم اللي انت شايفه دلوقتي قدام عينك، ومفيش حد في العالم عارف ازاي اتبنى. وكل الابحاث والمؤرخين اللي جم علشان يعملوا ابحاث على الهرم ده عشان يعرفوا ازاي بس اتبنى لحد اللحظة اللي احنا فيها محدش يعرف اي معلومات عن ازاي اتبنى او ازاي كان عندهم القدرة ان هم يقعدوا 20 سنة ب100,000 عامل شغالين ليل نهار ان هم يبنوا صرح عظيم زي ده، والعالم كله يجي عشان يتفرج عليه. كان العالم كله طول الفتره اللي فاتت بما فيهم السياح كلها جايين عشان يتفرجوا عليه، واخرهم طبعا الكلب المصري اللي طلع فوق الهرم وجاب دعايه للسياحه في مصر بملايين، وخلى الاف السياح يجوا عشان يشوفوا الهرم، يقدروا يطيروا فوق الهرم زي ما السائح اللي صور الكلب عارف يعملها. بقى الكلب المصري يحافظ على الحضاره ويجيب لنا السياح لحد عندنا واحنا نوقفهم يتفرجوا علينا. وطبعا نفس السياح اللي جم بسبب الكلب اللي شافوه علشان عمل دعايه كبيره جدا للهرم وللسياحه المصريه هم نفس السياح اللي شافوك وانت بتكسر الهرم لمجرد ان انت عايز تعدي سلك، او لمجرد ان في حد قال لك لازم ده يحصل، رغم ان هو مش فاهم قد ايه ان كل البلاد التانيه عايزه تنسب الهرم وتنسب الحضاره دي لنفسها ومش عارفه، واحنا الوحيدين اللي من حقنا ان احنا نعترف ان دول اجدادنا اللي بنوا الاهرامات وبنوا الحضاره اللي لحد دلوقتي من 7000 سنه محدش يعرف عنها حاجه، واسرار كتير جدا كل شويه بنكتشفها وبرضه مش عارفين نوصل لكل الاسرار اللي هم عملوها. ازاي في يوم من الايام يجي لنا تفكير ان احنا ممكن نكسر في حجر للهرم اللي لحد دلوقتي مش عارفين هو اتبنى ازاي؟ يا ريت لاي سبب ايا كان ما نلعبش في الحاجات دي، لان دي حضاره الاف السنين اللي بجد محتاجين نفتخر بيها ونعرف اسرارها عشان العالم كله بيفتخر بيك كمصري ان انت من احفاد القدماء المصريين. انا عادل مجدي، شير كتير جدا للفيديو ده عشان نتعلم بعد كده ان احنا نحافظ بجد على حضارتنا وما نعملش اي حاجه ممكن تاذيها في يوم من الايام، حتى لو كنا عايزين نعدي سلك كهرباء.